القضيه ديال طاهر سعدون وعبد الاله مول الحوت ولات هاد الايام حديث الناس في السوشيال ميديا، وبدات كتشاف ماشي غير كخلاف ديال رايين، ولكن كحادثه اللي كتوري فين وصل الخطاب في المنصات، وكيفاش كلمه وحده ولا فيديو واحد كيقدر يقلب حياه الناس ويخلق نقاش واسع على حدود الحريه وحدود الهجوم الشخصي. القصه بكل بساطه بدات من واحد الفيديو اللي دارو طاهر سعدون الدركي المتقاعد، اللي خرج فيه كيعبر على الاستغراب ديالو من تصرفات امام المحكمه. مع الاسف كان خارج المحكمه، ما نشوفش داكشي من رعونه وتسبب في ماساه اخرى في الاسره. يتقتصر هذا الشيء. السي الياس دابا راه امام ايادي الحمد لله ديال القضاء العالي في المغرب. نتمناو ان الامور يكون عبره لمن لا يعتبر. والمفاجاه الكبرى هو ان مثلا عبد ربه في قضيه ديال المسمى من مراكش اللي كان سب الاستاذ وتدخلت انا، اتهمنا بالكفر واتهمنا ابني بالكفر، وبالتالي كما تيقولوا المغاربه دابا الان وصل السيل الزوبه. دابا طلعت الكتبه لهذاك السيد ديال مراكش، ما غنتفاكش معاه وستفاجؤون ان شاء الله في ابتداء من الاسبوع القادم. طلعت ليه الكتبه، هو اللي كيقلب عليها. شي واحد دعا فيه من الشرفاء، انا ماشي الدعوه ديالي انا، ولكن شي واحد دعا فيه من الشرفاء وصلات على يدي انا، ما نتفكش معاه مادام كيتهمني انا. الموقف اللي بان ليه فيه بحال واحد الاستعلاء، خصوصا في طريقه التعامل ديالو مع واحد الاستاذ اللي كان قاريه في شي وقت. سعدون قال هذا الشيء بهدوء في واحد الفيديو، ونبه مول الحوت انه ماشي كلشي كيقبل داك النوع ديال السلوك، لكن الرد اللي جا من عند مول الحوت ما كانش في حدود النقاش او الاختلاف على الراي، بالعكس خرج بفيديو هاجم فيه سعدون بطريقه مباشره ودار اسقاطات شخصيه ما عجبوش الناس، الشيء اللي درتي راه كيزلق فيه جمل. وداكشي اللي دار ولد ازلق فيه طوبيس. خصوصا ملي دخل في الحياه ديال ولده ابراهيم سعدون اللي كان عاش تجربه صعيبه في اوكرانيا في 2022 ملي تسجر وتم اطلاق سراحه بعد وساطات دوليه. مول الحوت لمح بسخريه على الخدمه ديال ابراهيم بعد ما رجع للمغرب وطعن في القيمه ديالو وقال كلام اعتبروه الناس خارج السياق. هذا الفيديو دار ضجه كبيره في السوشيال ميديا، والناس ولاو كيهضروا على تجاوز الحدود وعلى ان مول الحوت مشى بعيد بزاف في التهجم، خصوصا وان الاسره ديال سعدون دازت من واحد اللحظات الانسانيه الحساسه. الناس اللي تفاعلوا في التعاليق شافوا ان الهضره ولات كتقرب للسخريه من المعاناه ديال الاخرين، وان هذا الاسلوب ما يمكنش نعتبروه نقد ولا راي بل اساءه شخصيه.